حاجات مش هتعرف تبقى سعيد غير لما تعملها، حاجات فرقت في حياتي جدا، حاجات كانت عقبات واقفة في حياتي منعاني من حاجات كتير قوي اعملها في حياتي او ان انا اخد خطوة في حياتي. اهلا بيكم، معاكم انجي غنيم في قناة مع بعض. النهاردة هكلمكم عن حاجات فرقت معايا جدا من تجربتي الشخصية في تطوير حياتي، وكانت زي عقبات كده كانت على طول مضايقاني. تعالى اقول لكم ايه هي الحاجات اللي انا مريت بيها واثرت جدا في حياتي. اول حاجة، عشان يكون عندك سلام داخلي، ثقة بنفسك، حياتك تبقى بشكل افضل، مش هتعرف ابدا تبقى مبسوط ولا سعيد ولا مرتاح البال طول ما انت رابط نفسك لسه باشخاص وبحاجات ومتعلق بيها، وشايف ان الحاجة دي لما تجيلك هي بس اللي هتساعدك. طول الوقت هتبقى خايف ان هم يمشوا من حياتك. طول ما انت خايف ان الناس تمشي من حياتك هم هيمشوا وانت هتفضل خايف. التعلق موضوع كبير قوي، اكبر من ان انا اتكلم فيه وبيطول شرحه. فاحسن حل ان انت تزور دكتور مختص او تسمع اطباء نفسيين على السوشيال ميديا يكونوا فعلا دكاترة مؤهلين لكده. تاني حاجة هقولها لك، اتعلم تكون مبسوط وانت لوحدك. يعني طول ما انت مبسوط وانت لوحدك ده معناه ان انت في امان، ان انت مش محتاج ناس في حياتك عشان تبسطك، مش محتاج ناس في حياتك عشان تبني سعادتك عليهم. لازم يبقى في وقت او يوم في الاسبوع تخصصه لنفسك، تحب فيه نفسك، تجيب هدية فيه لنفسك، تكافئ نفسك على حاجة انت عملتها طول الاسبوع، تطبطب فيه على نفسك وتفهم مشاعرك وتفهم ايه اللي ضايقك في الاسبوع ده وازاي الاسبوع ده مر، سواء بالحلو بتاعه او بالوحش. ما تخافش من الوحدة او ان انت تكون لوحدك، حاول تستمتع على قد ما تقدر وانت لوحدك، ده هيفرق معاك جدا جدا جدا. حتى لو الموضوع في الاول هيبقى صعب بالنسبة لك فانت تعود. ثالث حاجة هقولها لك، لو انت عايز تبقى عندك ثقة بنفسك، مرتاح نفسيا، عندك سلام داخلي، حياتك افضل، ما تعيش عشان ترضي الناس وتجاملهم، وما تتنازلش عن اي حاجة بتحبها عشان حد. رابع حاجة، فكرة انك تكون شخص لطيف زيادة عن اللزوم، طيب زيادة عن اللزوم، بتدي زيادة عن اللزوم وما بتاخدش. شخص عايش عشان يبقى نايس قوي، شخص بيسعى للكمال، شخص بيحاول يكون بيرفكت عشان ما يخسرش الناس. انت انسان عادي، عادي انك تغلط، عادي ان انت تحاول مرة واتنين وتفشل، عادي انك تتضايق وتتعصب وتتوتر وتعمل حاجات غلط وبعدين تندم عليها. اتس اوكي يعني. ما تحاولش كمان طول الوقت انك تدي كتير من غير مقابل، قال يعني عشان تبقى محبوب مثلا. خامس حاجة وانا هحب اقولها لك قوي وتعلمت ان انا اعملهاش، ان انا ابطل اجلد نفسي وذاتي وضميري يأنبني طول الوقت. طب مش لو كنت عملتي كده كان هيبقى احسن؟ عادي جدا ان انا اغلط، بس اللي مش عادي ان انا اقعد انب نفسي طول الوقت على الغلط اللي انا عملته، وشايفه ان هو كمان هيديني مشاعر سلبيه قوي تجاه نفسي، فيخليني بالعكس اكره نفسي وطول الوقت شايفه ان انا بغلط وما استحقش الثقه اللي اديها لنفسي. ده هيفقد لك جدا الثقه بنفسك، هيخليك دايما شايف ان انت انسان غلط، عمال تغلط تغلط تغلط، تاخد قرارات غلط 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 من غير يعني اي شفقه ولا رحمه بنفسك. عادي جدا ان انت تغلط بس ما تكملش في الغلط. في بقى حاجه وكلنا بنعملها، وهي سادس حاجة كل الشباب والبنات بيخشوا فيها لمجرد انهم محتاجين، ان انت تخش علاقة عشان انت اللي محتاج ايه يعني؟ محتاج حب، محتاج اهتمام، محتاج احتواء، محتاج كلام حلو، محتاج اصحى على مورنينج تكست. طب ليه؟ انا كده داخلة علاقة عشان انا ابقى محتاجة فيها، مش عشان انا عايزة اشارك الشخص ده في حياتي وعشان انا حبيته، لا، عشان انا بس عندي فقدان لمشاعر فقدان عاطفي او عندي نقص عاطفي. اختار شخص مناسب يكمل لك حياتك وتحب تشارك حياتك معاه. اختار شخص مناسب يكملك، يشارك معاك تفاصيل حياتك، مش تبني سعادتك عليه او عشان بس مستني منه خروجه حلوه ولا كلام حلو ولا ان هو يصحيك على كلام حلو. سبع حاجه مهمه جدا، انا ما كنتش ابدا بتقبل خالص فكره الرفض، كنت شايفه ان هي كارثه، كارثه ان انا ما اتقبلش في شغل، كارثه ان انا اترفض من صحابي، كارثه ان انا اترفض من شخص. ما تخافش من الرفض، بالعكس تقبله عادي جدا، لان ده ابدا مش هيقلل من قيمتك ولا هيزودها، لان المسؤول الوحيد اللي بيقلل من قيمتك او بيزودها هو انت.
هقولك بقى على حاجة أخيرة، وهي الحاجة التامنة، وهي ان انت لو متردد او نفسك تعمل حاجة بس خايف او بتقول بكرة، فده انسب وقت ان انت تعملها وتبدأ فيها كمان، ودي ممكن تعتبرها اشارة. حبيت اقول لكم الحاجات اللي انا مريت بيها دي وفرقت فعلا في حياتي، واقولها لكم يمكن تفرق في حياتكم. كان معاكم النهاردة انجي غنيم في قناة مع بعض. اتمنى ان انا اشوفكم المرة الجاية على خير، واتمنى كمان ان الحلقة تكون عجبتكم. باي باي.